من حبه ربه حبب فيه خلقه. حب الجماهير على اختلاف جنسياتها وميولها هي الثروة الضخمة التي حصدها محمد أبو تريكة صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق من الركض وراء كرة القدم. اختلفنا أو اتفقنا، يبقى تريكة مستحوذا على تقدير واحترام الكثيرين، إن لم يكن اللاعب الوحيد الذي أنفق العرب على عشقه وسط خلافاتهم الطاحنة. وبعيدا عن النفسنة وحب الذات ومحاولة احتكار الشهرة، يظل حب الجماهير لأبو تريكة صامدا أمام محاولات الانتقاص من شعبيته بفعل مواقفه السياسية التي أثارت جدلا واسعا في السنوات الأخيرة. أمير القلوب الذي توجه للجزائر مؤخرا لتسليم جائزة أفضل لاعب جزائري بدعوة من جريدة الهداف، لم تبتعد عنه الكاميرات والمتابعين نظرا للقيمة الوجدانية التي يتمتع بها، إلا أن الأضواء تسلطت عليه بشكل مكثف خلال الحفل، وبالتحديد خلال الكلمة التي قام بإلقائها، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا أنا بشكركم على الكرم، الضيافة والترحاب، وده مش غريب على شعب الجزائر. وانا دايما بيبقى رسالتي ما كنت لعيب كوره وفي الرياضه، دايما الرياضه هي وسيله وكره القدم هي وسيله لتقارب الشعوب. ودايما بقول ان لعيب كره القدم له رساله داخل الملعب وخارج الملعب، رسالته دايما تبقى ايجابيه. رسالته دايما تبقى ايجابيه، يحث على الاخلاق، مهتم بقضايا امته، مهتم بتفاصيل كافه الشؤون الامه العربيه. وزي ما بقول لعيب الكره القدم الناس بتنظر له على انه لعيب كره داخل المستطيل الاخضر، انما لا، في رساله تانية اخرى. في شباب صغير بياخد لعيب كره القدم قدوه ليه، في يمثل لعيبه كره القدم قدوه في الطموح، قدوة في إرساء المبادئ والأخلاق والأهداف. فأنا بشكركم مرة تانية، وبوصل رسالة 90 مليون مصري بيقول لكم شكرا، ودايما مصر والجزائر كده إن شاء الله. كنت دائما من يقدم رسالة إيجابية للأمة كما ذكرت، وكنت دائما وكنحن جميعا وراء القضية الفلسطينية. دايما القضية الأساسية واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية. هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي، عدو ظاهر، ما ادخلش في تفاصيل أخرى جانبية. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايا بتكتبها قبل الموت. انا من ضمن الوصايا اللي كاتبها ان التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزة يكون معايا في الكفن. تصريحات أبو تريكة قوبلت بترحيب كبير من الجانب الفلسطيني، حيث كشف عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين أنه سيتم إطلاق اسم النجم المصري على إحدى ميادين قطاع غزة تقديرا لمساندته الدائمة للقضية الفلسطينية. موقف محمد أبو تريكة لم يكن الأول، ولكنه كانت حلقة في مسلسل الوفاء والإخلاص الذي اشتهر به الماجيكو، وجعلته يفوز بلقب أكثر لاعب شعبية في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاء كرة القدم مرتين على التوالي، عامي 2007 و2008. لم يكن موقف الحفل الأخير سببا في تعلق الجماهير الجزائرية بأبو تريكة، ولكن منذ مباراة منتخبنا الوطني أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم، وفي ظل اشتعال الأزمة بين الجمهورين، كان القديس له معاملة خاصة ولاقى ترحيبا كبيرا منهم. عشق الجماهير للماجيكو لم يتوقف عند الجزائر، بل طاف جميع الدول العربية. ففي تونس قال حمدي المدرب رئيس الترجي: سنكرم محمد أبو تريكة لأننا نقدر قيمته
فهو لاعب فذ ونجم خلوق أمتع كل عشاق الكرة على اختلاف جنسياتهم وميولهم، فهو مثال يحتذى في الأخلاق. وفي المغرب كتبت صحيفة الشعب مقالا مطولا قالوا فيه: كنا دائما ضد فكرة تمجيد الأشخاص أو تقديسهم أو صناعة منهم فراعين غير قابلة للانتقاد، ورغم كل محاولات انتقاد أبو تريكة إلا أنها جميعا باءت بالفشل. في الإمارات يتمتع الساحر أبو تريكة بشعبية كبيرة، حتى انتخبته مجلة شباب 20 الإماراتية أقوى شخصية مؤثرة في الوطن العربي في استفتاء شارك فيه مئات الإماراتيين والعرب. ساهم محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي المعتزل في صناعة تاريخ نادي بنياس الإماراتي بعدما قاد الفريق السماوي للفوز بمسابقة دوري أبطال الخليج، عندما كان يلعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة قادما من الفريق الأحمر. فمهما كان درجة الخلاف مع شخص لا يجب أن يجعلك تغفل عن تاريخه أو إنجازاته أو ما قدمه لبلاده، خاصة إذا كان نجما بحجم أبو تريكة قدم كل ما يملك في 10 سنوات من أجل إسعاد الجماهير العربية.